واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يتناول أفرادا كثيرة من أنواع خفض الجناح، ومن ذلك ألا يمتنع من شيء أحبه مما ليس فيه معصية لله، وأيضا يدخل في ذلك لين الكلام وحسن المعاملة والسمع والطاعة في غير معصية الله وغير ذلك. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب جزاء الوالدين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قوله رحمه الله تعالى: باب جزاء الوالدين، هذه الترجمة معقودة لبيان عظم جزاء الوالدين، وأن الولد مهما بذل من الإحسان والمعروف ومد يد العون والمساعدة للوالدين فإنه لا يلحق جزاء والديه في باب المكافأة لهما إلا في مثل هذه الحال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله. وقوله باب جزاء الوالدين أي جزاء الولد لوالديه، بماذا يجزي الولد والديه لقاء معروفهما وإحسانهما إليه. قوله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده أي لا يمكن أن يكافئه على معروفه وإحسانه إلا أن يجده مملوكا، أي يجد والده رقيقا. قوله فيشتريه فيعتقه أي يشتريه بماله ويعتقه، ففي مثل هذه الحال وهي شراء الوالد واعتاقه يلحق جزاءه. أما إذا قدم ما قدم من معروف لوالده وستأتي نظائر يسوقها المصنف فإنه لا يلحق جزاء الوالد. وقد نبه العلماء رحمهم الله إلى أن الولد لو وجد والده رقيقا فاشتراه فإنه بمجرد شرائه يعتق والده دون حاجة لأن يتلفظ الابن بذلك، لأنه لا يمكن أن يكون الوالد مملوكا لولده. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال: يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. قول ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. هذا فيه أن الابن مهما بذل من الخدمة لوالديه ومهما قدم لهما من المساعدة فلا يمكن أن يكافئ إحسانهما ومعروفهما العظيم. فهذا الرجل جعل نفسه لأمه بمثابة البعير، وكان ينشد هذه الأبيات التي تدل دلالة واضحة على أريحية نفسه وطيب خاطره بهذا العمل. يقول: إني لها بعيرها المذلل. البعير المذلل هو السهل الذي ليس فيه صعوبة ولا رعونة، والمعنى أنا لوالدتي بمثابة البعير الذي ذلل لراكبه وأصبح سهلا لينا. إن أذعرت ركابها أي إن خافت ركابها وشردت، لم أذعر أي لم يحصل لي شيء من ذلك، بل أنا مطمئن النفس طيب الخاطر مرتاح الفؤاد. قوله ثم قال: يا ابن عمر أتراني جزيتها؟
أي أن هذا الرجل اليماني التفت لابن عمر رضي الله عنهما وسأله هذا السؤال. وهنا نلاحظ من سؤال هذا الرجل أنه كان يسعى سعيا حثيثا في طلب مكافأة والدته على جميلها السابق، فقد أهمه هذا الأمر وشغل باله، وأخذ يقدم الخدمات تلو الأخرى ليكافئ والدته على المعروف العظيم والجميل الكبير الذي قدمته له. فقال له ابن عمر: لا ولا بزفرة واحدة. وهذا موضع الشاهد من سياق المصنف رحمه الله لهذا الأثر في هذه الترجمة: جزاء الوالدين. فمهما قدم المرء فإنه لا يلحق جزاء والديه ومعروفهما. وقوله ولا بزفرة واحدة أي أن هذا لا يعادل زفرة واحدة من زفرات الوالدة وهي تعاني شدة الوضع، وقد تشرف على الموت من معاناة الطلق والوضع وشدته. والزفير هو تردد الهواء واشتداده على الإنسان في صدره من الخطب الذي ألم به. وقد جاء في قصة نظير هذه القصة عن معاوية بن صالح قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أمي عجوز كبيرة، أنا مطيتها، أجعلها على ظهري وأنحني عليها بيدي وألي منها مثل ما كانت تلي مني، أو أديت شكرها؟ قال: لا. قال: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: إنك تفعل ذلك بها وأنت تدعو الله عز وجل أن يميتها، وكانت تفعل ذلك بك وهي تدعو الله عز وجل أن يطيل عمرك. رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق. ففرق بين الخدمتين، فمهما قدم الابن فلا يمكن أن يصل إلى ما قاسته الوالدة في عنايتها به، بل إنه ربما قام بخدمة أمه وهو يقول: ستنتهي قريبا ولن أبقى معها سنوات طوال، بينما هي لم تكن تراودها مثل هذه الخواطر، بل تحسن إليه وتعطف عليه وتتمنى أن يعيش عمرا طويلا. قوله ثم طاف ابن عمر أي أكمل طوافه بالبيت، وهذا يفيد أنه لا بأس من بحث مسألة علمية أو سؤال عالم أو استرشاد في أمر ما أثناء الطواف. قوله فأتى المقام فصلى ركعتين أي امتثالا لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قوله ثم قال: يا ابن أبي موسى، يعني أبا بردة الأشعري، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما، أي تكفران ما قبلهما من الذنوب والآثام، وهذا فيه فضل الصلاة وما فيها من تكفير الخطايا ورفعة الدرجات. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر. قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. قوله عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة، هذا فيه بر أبي هريرة رضي الله عنه بأمه وإحسانه إليها، وكان رضي الله عنه مضرب مثل في بره لأمه. قد ساق المصنف رحمه الله في كتابه هذا قصصا عديدة في بر أبي هريرة رضي الله عنه لأمه. وأعظم بر كان منه رضي الله عنه لأمه أن الله عز وجل جعله سببا لإسلامها ودخولها في هذا الدين، كما جاء في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه كان يقول: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة،
فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء. قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال قلت يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وكان رضي الله عنه يقول اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. فكان بعض السلف يحرص على أن يقول اللهم اغفر لأبي هريرة ولأم أبي هريرة. قوله وكان يكون بذي الحليفة، ذو الحليفة هو الميقات المعروف ويمر إلى جانبه وادي العقيق. قوله فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمة ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فترد عليه السلام كاملا كما ألقاه عليها. ثم لا يكتفي بهذا بل يدعو لها فيقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، لأن الله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فكان رضي الله عنه يدعو بهذه الدعوة بلفظها كما أمرنا الله تبارك وتعالى. وذكر تربيتهما له صغيرا في الترحم عليهما له مقصد جليل، فإنه عندما تدعو لهما بالرحمة متذكرا التربية يكون الطلب والسؤال والإلحاح أعظم منه لو كان الإنسان غافلا عن هذا المعنى. ولهذا يستصحب رضي الله عنه في دعائه ذكر هذا الأمر الذي ذكره الله عز وجل في هذا المقام. فكانت هي رضي الله عنها تقول رحمك الله كما بررتني كبيرا، فهذه أمه تشهد له ببره وإحسانه إليها وقيامه بحقها وتدعو له بالرحمة. قوله ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله، أي في كل دخول وخروج على أمه يلقي السلام كاملا ويدعو لها بهذه الدعوة، وهذا من بره رضي الله عنه بأمه ومن التزامه رضي الله عنه بهذا الأمر العظيم الذي دعا الله سبحانه وتعالى عباده إليه. الحاصل أن هذه القصة عظيمة جدا عن أبي هريرة رضي الله عنه في بره لأمه، وستأتي أمثلة أخرى عديدة تبين عظم بره رضي الله عنه بأمه وما كان عليه من بذل وإحسان ولطف وأداء لحقوق والدته رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين.